بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم كذلك نحن نتكلم حول ما يجري في غزوة الخندق كما نقول، ونحن ربما في الأيام الأخيرة والمرحلة الأخيرة إن شاء الله سنتكلم حول الذي جرى ويجري والضيق الذي حصل أو أصاب المسلمين في هذه الغزوة العظيمة. برايت عزيز في حرب درس إيرو داجة من بحث سا حرب خندق بحث روجي داوي بكن لو حرب خندق الجور كتاب تاريخ البيجن 3 هفته دوام كر 3 هفته دور مدينة قرتنا مسلمان بيچاره مانه 10,000 انسان هاتیه دوی وان روجی هانی دا ایجا چقاسا مسلمان تنگایی کشاند ایجا روی پاشین بیجن هفته کی یا 4 و 5 روی پاشین کوهدی رب عالم تماشا کر مسلمان خوای صبرینت بر خوددن خودی ایمان خونه و کافر جی هدی ام بیجن سست بون لورا تشتی مهم د شرادا د مجادلات تصبر بکید بر خوب دی دما تصبر نکرد بر خونه دا عیشه خلاص ده صبر تشتكي بر مهمه اما انا بحثاي بكن. طبعا حينما اشتد الامر على المسلمين فالمسلمون لم يكن امامهم سوى اللجوء الى الله عز وجل وطلب الدعاء من الله ان يفرج عنهم وان يخفف عنهم، حتى بعض الصحابه ذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه، قالوا ماذا نقول؟ نحن نقوم بالذي بإمكاننا أن نعمل به، ولكن بعد ذلك قال ندعو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم دلهم على أدعية كثيرة وجميلة، مثلا من هذه الأدعية اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر يا رب. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. مثل هذه الأدعية التي كان الرسول يدعو ويقول صاحب ادعوا، لم يبقى لدينا سوى هذه الأدعية واللجوء إلى الله، ونحن سنستمر. هذا أولا اللجوء إلى الله بالدعاء والتضرع وطلب الفتح والإعانة من الله عز وجل. هذا أولا المسلمون التجأوا إلى الله قبل الحرب وبعد الحرب ودائما، ولكن خصوصا في الأخير لم يبقى أمامهم سوى الكثرة أو الازدياد من الدعاء والتضرع، لأنهم قاموا بالذي كان بإمكانهم أن يقوموا به، وبعد ذلك لجأوا الأمر وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فحينما تقوم بواجبك وبعد ذلك تقول حسبي الله تقع الكلمة في مكانها، ولكن إذا لم نقم بواجبنا ونقول حسبنا الله نحن حينئذ نضحك على أنفسنا، لا نقوم بواجبنا حتى نقول حسبنا الله. قم بواجبك وبعد ذلك قل ربي قمت بواجبي وبعد ذلك تركت الأمر إليك، فحينئذ يتولى الله أمرك ويفتح عليك. الدعاء الدعاء الدعاء. پشتی کو تنگایی سر مسلمان زیده بو مسلمان چو گویا رسول خدا ام چه بکن والله چاره من نما امکان من نمان، یعنی 15 رو 17 رو 18 رو ام بیشن 10 هفته نیز 3 هفته خلاص باید امکان نمال ویال ده نیار ویال ده خیانتیا یهودیا منافقین و ما شیطانیت کن. پیغمبر علیه الصلاة و السلام وانا گوور ام دعای خوش بکن. دعا پیغمبر دعای جوانا گو دعا پر دردکی مزنه پر درد پر عفو درمانه کی پر مزنج نخوشی ناراج دردارش کلارا اللي مسلمان جانش بیر وقت کن دعای بکن، دعاش مرا تشتکی نپر مهمه حال بکی دعا يعني هر تشتها لو ما تبيجن دعاء اجي حديثه كتب دعاء ميجي عبادت دعايه دعاء عبادت کی جمان خدا دعاء تقبل بك، يعني اجا پیغمبر عليه الصلاه والسلام چند دعاء جوان گورن وان دعاء هاني امپر بكن. یک جوان يا ربي النقطة مي ضعيف ذشري عورات جيتي ضعيفا، يعني بتركيب بيجن بف نقطاتي جيتي ضعيف نقطتي ضعيفة نزاني يا ربي تبشر النيار من نقطة هنا ندينا هيك نقطتي ضعيفة هنا كيمانية هنا دوان جيادا النيار تتكارا ورا تدبي يا ربي توان فشري برعوراتي ما ندينا، يا ربي تترسج دلي مداخي ترسى ما هي يا ربي توي ترسج دلي مداخي ام نترس نم تكارون برخبدن. جاره قدی پیغمبر دو دعا بکن بجن یا ربی که قرآن شاندیه منزل الكتاب ابی که قرآن شاندیه، یا ربی توان گروبی که سرماده هاتنه توان بلا ولا بکی توان بلا بکی برای سرماده هارن لو را 10,000 انسان هاتنه امکان مسلمان هاتنه احزاب پارتی گروبن
پیغمبر دگو بیجن یا ربی اهزم الاحزاب وان حزب بارتی آنه گروب و جماعت تف برافن هرن یا ربی توان جهف بقتینی جهف بکفن زلزلت که و نابره و قوت که ناوان ده نمینه دعا درمان ان مازن بو پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه را گو ام دعا بکن ایجاد فردا تشتکی مهمه ام دمک واجب خو بکن وظیفه خو بکن داویه دعا بکن او دعات تی قبول کرن لولا توظیفه خو کر تقول يا ربي از عبد تمه تشتكو ادكارم مكر جدي از نكارم بكم يا ربي ت ايدي تالي كارم بي بي وقت خود دبي تام تراس خبردي توظيفه كر تشتكو زيده طاقته تا اجى از الي كارياتكم لدمك ام وظيفه هناكن ام بيج يا ربي تالي كاريم كي ربي عالم ما ربي تدروات كي توظيفه هناك از شالي كارياتكم وظيفه خو بك خباته خو بك كاري خو بك يعني ناچه دكتور مثال یا ربی تویا باش بکی ای خود درد دایه درمان دایه کردید به درد هی درمان جه هر دکتر بجه یا ربی از حاتمه بوظاهرت به وسیله کی شفای جمرا بشینی بی وقت رب عالم شفات داده لید نمات ناچی دکتر مالا خونشتیه خود از باش ببم هاشم نکارن حنکی خوب خود بکن نه خود به وظیفه خوب بکن بی وقت از آلی کاریتت کم پیغمبر و تبع صحابیه وظیفه کرن او قصرو صبر کرن برچی ما نکتن خو بریندار بون ور حاصل لی گوتن یا ربی قوته بدی ما او قصد کارن وی وقت رب عالم عز وجل گفت تمام اف دعوت جی خدا و وظیفه کر ایجا زیده وی او نکارن است کارن بکم از علی کاری بکم وی وقت ایجا امداد خدا او خدا هدی دریج مسلمان را ذکر اویاش بیروانه کن جبوني كنت سر بكي في جرت جنيار خزيات صبر بكي خديت قرآن داد بجا اصبروا وصابروا صبر بكن وصبرك ده زيد بكن صابروا ده برخبدن يعني ده زيد بكن دما كو تش صدي بينجي صبر بكي نيار تا صدي بينجي صبر بكي ونوكا بفرق واتنا جرت صدي شيء صبر بكي صدي حفته بكي حشته بكي تي وقت بسر بكي لدما كتجي وكاوي صبر كنا او جقت بسر ناكبي صبراته جرش آن نيارته زيادة تربه لو ما خدي بيجا صابرو صابر يعني صبر زيادة حاصل نريخو ده زحمته بدينه جرب بزمان سياسته صبره دبيجن جس كرنا سرفران كي صبرت كي يكب زمان تاريخ عرب ناوي عنتر جرات بيجن عنتر ميربيه روك يك جرات بعنتر تشو قسميري دبي صبرتكم تشو صبرت كذبي ولا زي تم تشتكي ام ما تشتكي سعيتيكي بكن شيء دبي تي دستم جسكي از دسته جسكم تكنگي جو اي از دبي خبردم وقتی که مگو اي تي دستم وردید به تمام هر دو به هر دستی هف گست کن عنتر چاو دستی گست که بیاد به آی عنتر برده او دستی عنتر تجدینه و عنتر دنگق ناکه حتی میرک دید دبی عنتر والله عاجز بم والله دبی همه تا 2 ثانیه صبر بکره منه بگوت آی اما بنه تصبر نکن از وی شکل سرکم از صبرت کم صبر هم زیده یعنی مسلمانا بالصبر زيده دفردا پیش دکتن یعنی ایرو دنیای دا بلا و مصیبت بکتین کی صبر زیده به سر بکه سر تحمل سر نقاشین مصیبت بندستی سر دستی ابي زيده صبر بكي او سرت كيفن ابي اعول دعاء كرن رجاء وهيبيش قضاء اولا قلنا الدعاء الامر الثاني الذي ارسله الله بعد هذه الادعيه سخر الله رجلا اسمه نعيم ابن مسعود الغطفاني إلى هذه الساعة غير مسلم من قبيلة غطفان الذي هاجم على المسلمين يأتي هذا الرجل إلى النبي ويقول يا رسول الله أنا دخلت في الإسلام وقومي لا يعلمون ماذا بإمكاني أن أقدمه لكم الرسول يقول إنما أنت رجل واحد ليس يعني لا يوجد لديك قوة كثيرة ولكن الحرب خدعة إذا تستطيع أن تفرق بين الأعداء افعل هذا يعني النبي يعطيه إشارة يعني قم بعمل دبلوماسي عمل سياسي فرق بين الذين هاجموا علينا فالأمر مباح لك هذا بإمكانك ولكن أكثر من ذلك ليس بإمكانك فنعيم يفهم هذا الأمر ويقول خلاص إذن سأقوم بواجبي ولكن المهم هنا هو والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اكتموا إسلامه حتى لا يعلم به أحد إذا أعلن إسلامه وذهب إلى الجهاد ولا أحد يصدقه ربما يقتلونه ولكن الحكمة قالوا اكتموا إيمانه حتى يكون كلامه مؤثر يصدقوه يقول نعم أنت رجل منا أنت رجل صاحب دين مثلنا فأنت تريد الخير لنا ولكنه لو قال أنا مسلم لا يصدقه أحد فكتموا إسلامه
وقام بالذي سنقول بعد قليل. كذلك كان له تأثير عظيم في تفريق هذه الجموع. نقطة دوية بشت دعاء خدي شخصك شان جوان إنسانك هاتنا غطفان وقبيلان شخصك ناوي نعيم كري مسعودة ناوي نعيم هاني هات جنب پیغمبر گو یا رسول خدا گو از بوم مسلمان لکس که نزان از بوم مسلمان گو اچد کارم خدمت اشترا بکم اچد کارم آلی کاری مسلمان بکم پیغمبر علیه الصلاة و السلام جرا گفت شخص کی بتنه تزیدن کاری تشتکی بکی لیکو تو دکار بی وان انسان اجمع دور بخینی وان بکی ناو پرچه بکی یعنی فتنه تخینا براوان گوتنا که مشهور الحرب خدعتون حرب شر حیلنه تشاوت كاري بحيلة كي وانا جمع دور بخين حيلة سربست اشترا يعني شخص كيه زيدان دكارة تشتكي بك تدكار بحيلة كي بكي وان انسان بهاف بك من فتنتك ونابرا وان قريشي وغطفان ويهودي بهاف بك من جهاف يقيننا كن بصا يعني افشتته پیغمبر عليه الصلاة والسلام ذاتك بعقل زانابو يعني سنيالك داي كي قوان انت تكاري بتشتهاني بكي وكيدي تنكاري نیارت چواد کاری وام بزورینی اگر تشبه شکیت خیدل وان نیارت جهاب یقین نکن او بجت حیل الممکی او بجت حیل الممکی وی وقت پشت وام به نای گریدان دیپلماسی کم مازن یعنی ابی مسعود هانه فهم کرد پیغمبر جراد بجه گو بس از واسه خودی بینم کو حرب او از یارم حیله کی بکم بفی حیله هانه وان انسان جهاب یقین نکن جهاب بترسن قابا جهاب ترسیان هدی هر کس بجه از خو خلاص بکم هرم نعيم في حيلة هنيكر تشتكر أنا من بيجن. أولا ذهب إلى اليهود وقال لهم تتذكرون ما جرى لأعمامكم أبناء القبيلة بني النضير وبني قينقاع قالوا نعم. قال شوف القريش سيعودوا إذا لم يظفروا بمحمد سيعودوا بكرة بعد بكرة ولهم بيوتهم بعيدة أنتم هنا بين أيدي محمد إذا القريش لم يهاجم ويقضوا عليه فالويل لكم محمد سيهاجم عليكم كما هاجم على أقاربكم وتعلمون ماذا سيعمل بكم لأنكم تستحقون هذا. قال أنا أنصحكم وأنتم تعلمون بأني مخلص لكم وكان صديقا قديما لهم. قال أنصحكم بأن تأخذوا 50 رجلا من قادة القريش كرهين عندكم حتى قريش لا يعود ويترككم بين يدي محمد حتى ينتهوا من الحرب وبعد ذلك تعيدوا إليهم يعني خذوا منهم 50 واحد رهينة. هذا فهؤلاء لم يصدقوه أولا ولكن حصل لديهم شك وذهب إلى قريش قال شوف بنو قريظة ندموا على خيانتهم لمحمد ولكن إنهم ينوون أن بعثوا إلى محمد وقالوا له نحن ندمنا على هذا الخطأ الذي قمنا به ولكن هل تقبل عفونا إذا أخذنا 50 واحد من قادة قريش وعطيناهم إياك وأنت تقتلهم وتسامحنا. فيقول بني قريظة عملوا هكذا قالوا اتفقوا مع محمد حتى يأخذوا منكم 50 واحد ويعطوا محمد يذبحهم قادتكم وبعد ذلك محمد سيعفيهم. يقول لهم هذا الكلام ويقول هذا الكلام وبعد ذلك يقول اكتموا عني يعني لا تقولوا هو قال ولكن هذا أمر السر. كذلك يذهب إلى غطفان ويقول لهم بني قريظة يريدون هذا الشيء فزرع الشك في قلوبهم. هذا بداية المرحلة زراعة الشك وبعد ذلك سيتأكد بأن هذا الأمر كان صحيحا. تشتكي في نوعي ميكر أولا شو جم يهودية قالوا يهودية قو أز دوستي ما قو لا تدوستي ما زانن يعني شخص كي دبلوماسية كيفن بو أمبيجن قو والله هي تشتكي فهم كروا برزرا كمازن قو بريان لشيكي كريا حيرا ما تشكريا قو بني أبا قريشي سبي هرن مال اول مكه 500 كيلومتر دورن ون اوهاب و وی شاشتیانه کرو قریشی انا کو هرن بنرن و چارتن نکارن به محمد هرن کو قریشی چون جیوان دورم ولاتون 500 كيلومتر و ناف دست محمدان و توا بگشه و دی چانی سر پسمامه و بنی نضیر اوی کو پیغمبر برای وان دا تواج مکه مدینه درخست ای بنا سر وجی ای ام چه بکن گوجبون کو قریشی وی حیل و نکن وابتني نافدست محمد نيلن جوانا بيجن بينجي حب مازن بكن دست رهينه بينجي حب انسان مازن بدن مبر رهينه بن جبوني قريشي نرى بالنتشن وابتني نيلن برا هاد بورا شهر بكن حتى كل شهر خلاص بو مسلمان تمام بون في وقت هاني وان بينجي حب رهينه بدن وان بينجي حب جوان بس مالا بخراد وانا هرن محمد وتبا بوك جو نقارن بمحمد يعني علاش ابيا شبهكي كدل وان والله تشكي خوشه
شو جم قريشية جوانا قو من تشتكي بيستيت جوارا بجم قاس دوستي ما قو بلد قو يهودي پوشمان بونه كو آليكاريا وكرنا ودبني دا خبر كي مسلمان را شاندنا قوتنا والله ام پوشمان مكيماني كي كر ام تخوازن تمعفو بكي جمانك تمعفو بكي ام تخوازن خزمتك اشترا بكن تيجب كي قوتنا امي بينجي حب مازني قريشية بستينن امي وان بينن بدن تجبونت وان بكشي ووقت توان كش تيجي معفو بكي يعني دبي پیغمبر قبول كري جوانا مسلمانا قوتها تمام ام قبولتكم بينجي حب مازني قريشية بينن بدن ما امي وان بكشن ام وعفوت كين شش قريشية رو ساكنوت بيجا دبي والله دبيجا يهودي بمحمد را البني ده الهف كرنا بازاركي كرنا والله بينجي حب ظلامه جوا بستينن بدن وان مالا وخراب ليش كاس كيرانا بيجنها من دوستي ما براز صبي نوا ملت ده رزيل نبم دبي نانا ليه هجا يقين كنا تام امي انا تماشكل ولكن القريش لا يصدقوا مباشرة لا يصدقون حتى يتأكدوا يرسلوا كم واحد يقول اذهبوا إلى بني قريظة وقولوا لهم غدا نريد أن نهاجم على المسلمين فهؤلاء يذهبون يوم الجمعة يقول غدا نريد أن نهاجم على المسلمين بني قريظة يقولوا لا غدا يوم السبت يوم السبت نحن عندنا عطلة الذي يعمل عمل فيوم الجمعة يوم السبت عندنا يوم ملعون يعني إذا نقوم بأي عمل يأتينا لعنة علينا أن نجلس لا نعمل شيء ولكن شيء آخر نريد أن تعطوننا 50 واحد رهينة حتى لا تتركوننا بين يدي محمد هؤلاء يقولوا قد فهمنا كلام نعيم كان صحيحا إذن يقول رهينة ولكن في تعد سيعطوها إلى المسلمين يعود يقول والله كلام نعيم صحيح هؤلاء غدروا بنا ويطلبون 50 واحد فيبدأ يصدق نعيم فدخل الشك بينهم لا هم يصدقون ولا هم يصدقون أصبح كل واحد منهم يقول كيف أخلص نفسي كيف أنجو فطال المدة ولكنهم لم يصلوا إلى نتيجة بهذا الشكل زرع الله الفتنة بينهم أصبحوا لا يصدقون ولا يأمنون على غدر بعضهم حتى قالوا ربما اليهود كذلك يهاجم علينا مع محمد فخلاص ينتهي الأمر هذا عمل دبلوماسي قام به نعيم بن مسعود الغطفاني رضي الله عنه واستفاد منه المسلمون كثيرا ابن نعيم تشتيكو جو هر كسي يقين نكر قريشة جو والله بلكي نراست بام چبكن هناك يقول كان حبا هرن جوانا بيجن ام صبي روجا سبتي روجا يك شمية يعني ام تخوازن جار كتاب ايريش يسهل مسلمان بكنو وبقدين اذانا هاتن يهودي را قوت مقرار دا ام صبي روجا شمية يعني جمار تسي ام ايريش مسلمان بكن يهودي قو نا روجا شمية چنابه روجا كي ام نكارن تدا شر بكن شرعا دين مدى چنابه يعني وقت روجا جمعية ام دنگي خناكن يقول چنابه ده تاريخ مدى كي روجا جمعي كار روجا سبت كار بك خدي لعنات الوانتنه ام روجا سبت كار ناكن ليه تشكي ديجي جارون بينجي حبا راهي نبدن ما برا الجنب بن حتى بشار خلاص بلا ما بدن واه كوغو بينجي ح قريشيه جو والله تشتيكو نعيم جو راسته جامره وخيانتي المكرن حيلك المكرن هديج ما يقيناك والحاصل شك وشبهه كد لوان ديج هب يقينا كرن او يقو عجبا حيله او يقو عجبا حيله بيا وهاغو لرب عالمي بفي شكل ترسكي كد لوان ابي يجيبوا افيد دويا كو پیغمبر عليه الصلاة والسلام دعاء وباشي افتشتهاني ما افسيا الامر الاخير الذي حصل الله عز وجل خلاص حصل التفريق بينهم كذلك المسلمون لجأوا الى الله وصبروا كثيرا فالله عز وجل أرسل جنوده ريح وجنودا لم تروها كما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسل الله ريحا شديدا على المشركين والمسلمون لا يشعرون بشيء ليلة باردة مظلمة ولكن الريح الشديد على المشركين النار تنطفي الغيمات شادر نقول الخيمة يعني يطير الرجل لا يستطيع أن يبقى ماشيا هكذا ريح شديد أرسل الله عليهم فلم يبقى أمامهم سوى الانصراف فقال جمعهم أبا سفيان وقال أنا ذاهب فاذهبوا خلاص لا نستطيع أن نبقى هنا حتى النار تنطفي حتى الخيمة تطير لا نستطيع أن نمشي على الرجلين فلنعود فبهذا الشكل بعد 3 أسابيع أعان الله المسلمين وأرسل عليهم
الريح. وكذلك يقول الملائكة كانوا يكبرون بين الخيامات بين جنود المشركين، الله أكبر الله أكبر، فدخل الرعب في قلوبهم فانصرفوا. يوم الآخر الذي بعد هذه الليلة حينما أفاق المسلمون رأوا بأن كل شيء خلاص قد انتهى، قد عاد ولم يبقى جندي واحد من جنود المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال. تشتك چێبوو کافراج یقین کرد، مسلمانە صبر کرد، فتنەژی کەتنا بەرەوان، ئیجا رب عالمێک گۆ کارێ من تەمام، ئیجا مەلایکەتێ خوشان کی خدای عالمێ دبێژە من عسکرێ خوشان عسکرێ یەک باێ باژی عسکەرکی خودەیە و اینکی عسکرێک و نادیننجی حتى ملائكت هاتن او ترس كد لوان كافره هانه معجزه كيج معجزه پیغمبر عليه الصلاه والسلام نابره بسلمان و كافره ده خندقه او قناه وكري لفي علي هر دو علي شبكه تعري شبكه سرما باران دباره و باته اف باي هانه جم مسلماناتنه چادر كافره ده باهل نوا مسلمان باطنه لتعريه مسلمان تعريه سرما كزيده يعني وهر حاصله كلام افبای هانه او ساترسکی کرد ناوروان چادر وان دفرن آگره وان تتفق قازان وان قلبن هیدی کس که نکاره شونا خدا بسکنه ترسکی جهاد حتی کتاب بیجن ملائکت ناوان داد چونو دهاتن تکبیر دادن دنگ ملائکت تکبیر تلوش دنگ تکبیر تش کته تویج نزانی ترسکی کد دلوان فی ترسهانه رب عالم وانا تفش هف قطان ولا تشون مسلمان جي بي شكل يعني انا بكرتايه مشوارات بيجن فان معجزانه تفچيبون بال جم مسلماناتن الجمان هي حتى صحابه كي نبي حذيفه پیغمبر گو حذيفه جارن كي هر استخبارات اجمراكم كره بيجا وانا چدكن حذيفه دبي اشوا جم پیغمبر دركم دنيا ساره اسكت مقاجي كي حمامه بمبو گرم حال بو كي سرما دبي انا يرم دركبم جواب پیغمبر گو حذيفه هر لو تلكيز عباره دلت گرم تچماناچي حذيفه شو هاد جارم تشتكيتنا خوش رحات شو توب كر اولوات الترسون درابين باهات نقارب بسكن هركس خوازا خلاص كه تيجان پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر به دورم بيبياتنا تلكوماي تجاو قدات لدرك ماي دبي حالو مساله يا رسول خدا والله ترس كتنا برون تشن ايجا دبي ام بجما كبطاني كيبو پیغمبر سر لمشت كد پیغمبر گوهر بکه ببینید زحمت دیتیهات بطانی آبد سری گوشت که خوته دایجا کیفا پیغمبر جرات ایجا حذیفه دویم چند ساعتش خد خود امام يعني غير تشکیتنه اویاشی که پیغمبر حرمت آن انسان خدمت دکرن حرمت آن دکرد به این شکل یعنی رب عالم وان کافر دور خست شرکی مازن چه نبود بلکه تابع 5-6 حب کشتی و بریندار چه بون هفته هاتی باذن خدا می بحثا ایجا پشتیوی چه هات سریوان اما بحثوان بکن بذي شكل افشار يعني هات جوهرتن. واخيرا نقول كلمه حينما انصرف جيوش المشركين قال النبي صلى الله عليه وسلم الان نغزوهم ولا يغزوننا. انتهى مرحله الهجوم علينا فبدا مرحله هجومنا عليهم كما قلنا قبل ايام. غزوه الخندق كان بداية لصفحة جديدة في تاريخ المسلمين. انتهى مرحلة ضعف المسلمين ودفاعهم عن أنفسهم وبدأ مرحلة هجومهم على أعدائهم. قال الآن نحن سنهاجم عليهم، الآن نحن نغزوهم ولا يغزوننا، وانتهى الأمر. وبعد ذلك دائما المسلمون في الهجوم عليهم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. تشتێک چێبوو چەند جاران بێژنێ حربا ئەف خەندەقێ حربەکی تاریخ هات گواردن پێغەمبەر گۆژ ئانە بشووندا ئەم ئێریشێ وان دکن ئەوێدی ئێریشێ مە ناکرد چوو مەرحەلە بندەستی قەدیە مەرحەلە سەردەستی هات ئەم ئێریشێ وان بکەن ئۆرە هات گواردن ژوی حربێ بشووندا مسلمان سەرواندا چوون هێدیە والی مسلمانە دەناتن ئەو خۆت پاراستن مسلمان هێدی وردا چوون و وردا چوون سەرواندا چوون. رب عالمێ دەرێ خێرێ لمە وانتەبە بکە ئینشاءالله حتا هەفتاتی بێن خیر و خەشێدا. اما چند دقیقه بزمان قناه دویمی قناه